السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد تاني مع فاروق الجوهري. النهاردة بقى احنا مش قدام أكلة عادية، احنا قدام طبق لمكانة خاصة في قلوب ناس كتير. طبق بنشوف في العزايم، في التجمعات، في أيام بنبقى محتاجين فيها حاجة تريح النفس قبل ما تشبع البطن. المكرونة بالبشاميل يا جماعة، من أول ما الصينية تتحط قدامك وهي سخنة وطالع منها البخار وانت أصلا حاسس إنك داخل على حاجة مختلفة. ريحة البشاميل مع اللحمة المتسبكة بتسبق الطعم وتخليك مركز مع كل تفصيلة في الطبق. أول حاجة تشدك في الوش الذهبي، طبقة بشاميل متحمصة تحمي اللي تحتها، لا محروقة ولا فاتحة، مظبوطة كده، وتدي إحساس إن اللي عامل الأكلة دي كان صبور ومهتم. وانت بتقرب المعلقة من الطبق وتحاول تقطع أول قطعة، بتحس إن القوام متماسك بس طري، المعلقة بتدخل بسهولة، والبشاميل بيفتح واحدة واحدة كأنه بيكشف عن اللي جواه بهدوء. المكرونة تحتها مستوية صح، لا معجنة ولا ناشفة، واللحمة المفرومة متوزعة في كل حتة، متسبكة مع البصلة ومتشربة للتوابل، مش طاغية ومش مستخبية، موجودة بالظبط في المكان اللي يخليك تحس بيها في كل لقمة. اللحظة دي تحديدا قبل أول لقمة بتبقى لحظة توقع، دماغك سبق ودوق الطعم لنفسه قبل بقك. أول لقمة بقى هنا الكلام بيقل شوية، البشاميل كريمي وناعم بيلف على المكرونة ويديها طراوة، واللحمة داخلة في النص تدي طعم وعمق كده يخليك تحس إن الأكلة مش بسيطة زي ما الناس فاكرة. الطعم مش تقيل ومش خفيف، في توازن يخليك تاكل وانت مستمتع مش متقل. ومع كل لقمة بتحس ان الطبق معمول على مهله، مش مستعجل، معمول بإيد حد فاهم ان المكرونة بالبشاميل مش مجرد وصفة، دي إحساس. وأكتر حاجة تفرق في الطبق ده إنك تحس بالدفء، دفى الأكل البيتي، الأكل اللي بيجمع ناس حوالين ترابيزة واحدة من غير تكلفة. طبق ينفع يتاكل في هدوء، وينفع يتاكل في وسط ضحك وكلام، وفي الحالتين بيأدي الغرض. ومع كل لقمة بتاخدها بتلاقي نفسك بتاكل أبطأ شوية، مش عشان شبعت، لأ، علشان مش عايز اللحظة تخلص بسرعة. البشاميل لسه ناعم، الوش لسه متماسك، والمكرونة لسه سخنة بالدرجة اللي تخليك تحس بيها في كل حتة. وانت مكمل اكل بتلاحظ تفاصيل صغيرة يمكن ما كنتش واخد بالك منها من الاول، زي ان التوابل مظبوطة ومش زيادة، وان طعم اللبن والزبدة في البشاميل باين من غير ما يسيطر، وان اللحمة مش ناشفة ولا معجنة، كل حاجة مظبوطة على مقاسها، وكل عنصر مكمل التاني. وده بالظبط سر المكرونة بالبشاميل الناجحة، ان مفيش حاجة تحاول تسرق الاضواء، كله شغال مع بعض عشان في الاخر يطلع طبق يخليك راضي. وفي الاخر وانت باصص للصينية بعد ما خلصت بتلاقي اثر المعلقة في البشاميل، وبتحس بالرضا، رضا انك اكلت حاجة حلوة، حاجة مش معقدة، بس معمولة صح. المكرونة بالبشاميل يمكن تكون أكلة معروفة، بس لما تتعمل بإيد حد فاهم وبتاكلها وانت مركز ومستمتع بتحس إنها لسه جديدة كل مرة. وده يخليك في الآخر تسأل نفسك سؤال بسيط، هو في أحلى من طبق المكرونة بالبشاميل سخن ومعمول بحب؟